ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنعمل تحلية سهلة وسريعة. هنعمل جيلي فراولة بالفواكه، حاجة كده تطر على قلبنا في الحر ده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، ويلا نبدأ الفيديو. معايا بقى المكونات: علبتين جيلي بالفراولة، والفاكهة معايا تفاح ومعايا موز ومقطعاه كده قطع صغيرة. وطبعا الفاكهة زي ما انت تحبي، اي فاكهة عندك متوفرة حطيها. انا كنت هجيب فراولة بس ما لقيتش. اول حاجة كده بقى هنحضر الجيلي. معايا كده كوبايتين ونص ميه على النار. اول ما يبتدوا يغلوا هننزل عليه بالجيلي. كده الميه ابتدت تغلي، هننزل بقى دلوقتي بالجيلي. ده اول كيس، ده تاني كيس. هنقلبهم كده ونستنى اول ما يغلوا، وبعد كده نطفي عليهم. كده خلاص الجيلي اهو ابتدى يغلي، هطفي بقى عليه النار. كده دلوقتي هننزل بكوبايتين الميه البارده على الجيلي، وهقلب كده. دلوقتي بقى انا جبت القالب اهو اللي هحط فيه الجيلي. اول حاجه كده هحط فيه الفاكهه. هحط اول طبقه كده طبقه من الموز. اي قالب بقى حابه شكله رص فيه بقى الفاكهه وحط فيه الجيلي. كده خلاص خلصت اول طبقه من الموز. هحط كده طبقه تانية من التفاح. اي فاكهه بقى متوفره عندك حابه ان انت تحطيها حطيها. ودي تاني طبقه حطيتها تفاح، ودلوقتي برضو هرجع احط موز. وكده خلاص خلصت رص طبقه الفواكه. دلوقتي بقى هحط الجيلي. بسم الله. وكده خلاص حطينا الجيلي. دلوقتي بقى هحط الصينيه دي في التلاجة 4 ساعات كده علشان الجيلي يتماسك. ودلوقتي بقى اتبقى معايا فاكهه واتبقى معايا جيلي، فهعمل كده كاسين. هرص اول طبقه كده الموز برضو. وتاني طبقه احطها التفاح. احط الجيلي. ودلوقتي هدخل كاسات الجيلي دي التلاجة، وبعد ما تتماسك هرجع لكم. وده شكل الجيلي بعد ما طلع من التلاجة. خلاص كده الجيلي تماسك. دلوقتي بقى هنقلب كده الجيلي. بسم الله. وكده نكون خلصنا فيديو النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.